استعراضهم واستعراض أقوال هذه المذاهب كلها، القضية كانت علمية في هوى ولا شك، لكن المدار رحى الجماعة كلها تدور حول مسائل علمية يرون أن فهمهم أحسن من فهم الصحابة، وأن تطبيقهم أفضل من تطبيق الصحابة، فلذلك قدموا مذاهبهم على مذهب الصحابة. اليوم عندنا مسألة زدنا فيها على الذين سبقونا، عندنا تحزبات كثيرة جدا، وما هي أمور علمية، بل هم من أجهل خلق الله تبارك وتعالى في أمور الدين وأمور العلم الشرعي. لكن زعامة والسياسة دخلت، الأطماع دخلت، الكراسي والمناصب هذه والعصبيات دخلت، والأحزاب كلها، وما عندهم يعني مثل ما قلنا ما عندهم رحى يعني علمي يدورون حوله، وإنما رحى هذا الحزب ورحى هذه الجماعة ورحى المطامع والمصالح التي يرونها أو التي هم يقررونها أنها هي الأصلح، وليست أمورا علمية بخلاف الأوائل. يعني ممكن الأوائل قد يعذرهم ربنا عز وجل على أن المسألة ظنوها قضية علمية، لكن العيب كيف تقدم فهمك في العلم على فهم الصحابة. أن ربنا عز وجل في القرآن أمرنا بمتابعة الصحابة، والله أكبر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين